سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. هناك من طلب مني أن أقرأ له سورة يوسف، أقرأ ما تيسر من سورة يوسف إن شاء الله. Good. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. طيب ما تيسر من سورة الرحمن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب ما تيسر من سورة ياسين إن شاء الله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هذا ما شاء الله. أنا للذين لا يعرفون أنا أشارك معه البث كثيرا. Good. القرآن. Yes, my good voice, bro. الله يبارك. ادعوا له بالهداية. يا شيخ. جيت؟ شفت اللي أنا شفته؟ ايوه طيب ادعوا له بالهداية إن شاء الله يا إخواني. أواخر سورة البقرة. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله
نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. طيب نقرأ الدعاء ونختم إن شاء الله إلى غد بإذن الله حتى لا نزعج أخانا الهندي. يا أبا نايف إن شاء الله نختم بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الجميع يقول آمين. وإن شاء الله تدعو ربنا سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة أن يتقبل منا، فكل منا عنده حاجة فليمد يده إلى السماء ويقول آمين ويدعو بحاجته إن شاء الله وربنا يتقبل منا جميعا. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يوم الدين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة
وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبت أقدامنا وثقل ميزاننا وحقق إيماننا وحقق إيماننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا، ونسألك اللهم العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم قتل ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، وبيننا وبين النار سترا وحجابا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل من يشاهد هذا البث وكل من شارك هذا البث وكل من سجل الإعجاب وكل من أهدى إلينا هدية، فها نحن نمد أيدينا إليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. فاللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عادا إلا كفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عاصيا إلا عصمته، ولا فاسدا إلا أصلحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ولك رضا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن لكل منا حاجة، ويا من قال في محكم تنزيلي ادعوني أستجب لكم، فها نحن دعوناك فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا. اللهم فاقض حوائجنا، اللهم فاقض حوائجنا. اللهم إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى عليك من شيء في الأرض ولا في السماء. سبحان الذي خلقنا من العدم، سبحان الذي خلقنا من العدم. يا رب فارزقنا يا رزاق، فارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم إنا عبدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك
وسائقنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين، بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا زدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا مولانا إنك أنت التواب. أشكركم جزيل الشكر، قد فرحت غاية الفرح. نسأل الله أن يتقبل منا دعاءنا ويقضي حوائجنا بإذن الله سبحانه وتعالى ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، آمين يا رب العالمين. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، وبإذن الله غدا سنلتقي إن شاء الله معكم في كل وقت وحين.